اوعى تنيم ابنك زعلان. اللي بيحصل له قبل النوم اخطر مما تتخيل. طفل قبل النوم بيكون زيه زي صفحة بيضة انت اللي بترسم عليها. علشان كده احذر النكد قبل نوم الاطفال. بلاش تنيمه وهو مدمع، بلاش تنيمه على زعل، بلاش اخر كلمة يسمعها منك تكون انا زعلان منك او شوف بكرة يحصل لك ايه. الأطفال بيعيشوا يومهم مليان ضغوط ومشاهد، مدرسة، صحاب، توتر، صوت عالي، أو حتى مشهد في كرتون خوفه. قبل النوم محتاجين نفرغ كل ده، نرمي السلبيات ونعبيهم طاقة حب وأمان. طيب نعمل كده ازاي؟ اسمع معايا. أول حاجة ابعد عن اللوم والتهديد والصوت العالي قبل النوم. تاني حاجة اقعد جنبه على السرير، احكي له حاجة لطيفة، اضحكوا سوا، طبطب عليه. تالت حاجة شجعه على حاجة بسيطة عملها النهاردة. رابع حاجة خليه يساعدك في حاجة بسيطة في البيت. خامس حاجة احكي له قصة فيها معنى، قرآن، خلق، ضحكة بسيطة. سادس حاجة احكي له عن بكرة، عن خروجه، عن زيارة أو حلم بيحب يعيشه. سابع حاجة خليه يحس إنه ناجح، إن بكرة يقدر يحقق اللي نفسه فيه. طفل صغير نام في يوم من الأيام وهو زعلان من مامته علشان شخطت فيه من غير ما تفهمه. صحي تاني يوم مش بيكلمها، مش علشان عنيد لكن عشان موجوع. البسمة اللي على وش ابنك قبل النوم هتفضل تلون أحلامه وتصرفاته في اليوم اللي بعده. وخليك دايما فاكر الطفل اللي بينام مبسوط بيصحى إنسان أقوى.